هل تساءلت يوما لماذا تجد كثير من النساء صعوبة كبيرة في التعامل مع رجل سيجما؟ في هذا الفيديو سنكشف الأسباب الخفية التي تجعل بعض النساء يشعرن بالإحباط وأحيانا بالكراهية تجاه هذا النوع الغامض من الرجال. لماذا يبدو رجل منيعا أمام محاولات السيطرة والتلاعب؟ كيف يبقى هادئا وغير متأثر حتى في المواقف التي يتوقع فيها الآخرون ردود فعل قوية؟ وهل حقا يشكل استقلاله الذاتي تهديدا لبعض النساء؟ إذا كنت تبحث عن إجابات حقيقية لهذه التساؤلات المحيرة فأنت في المكان الصحيح. استعد لاكتشاف الجانب الخفي لرجل سيجما، وما الذي يجعله خارج نطاق السيطرة التقليدية. هناك شيء ما في رجال يربك توازن المرأة العصرية، فهم لا يسعون لأن يكونوا مركز الاهتمام، ولا يبحثون عن التصفيق، ولا يحاولون إثبات أنفسهم كما يفعل الكثيرون. وهنا يكمن جوهر شخصيتهم. فالخصال التي تجعلهم متميزين هي نفسها التي تثير التوتر لدى بعض النساء. الأمر لا يتعلق بالتفضيل فقط، بل بكيفية كسرهم للقواعد غير المكتوبة التي تدير العلاقات في العصر الحديث. أولاً، رجل يفضل السلام على الدراما. في العلاقات العصرية، أصبحت الدراما تفسر على أنها شغف، والتقلبات العاطفية تعتبر دليلاً على الحب. كثير من النساء أصبحن يرتبطن عاطفياً بالمشاجرات والنقاشات الملتهبة. أما رجل سيجما فهو على الطرف المقابل تماماً. يختار الهدوء، ويفضل الاستقرار، ويؤمن بحل المشاكل بالعقل لا بالصراخ ولا بالتلاعب العاطفي. هدوءه لا يعني بروداً، بل نضجاً واحتراماً لنفسه وللآخرين. ثانياً، رجل لا يطارد أحداً. هو يعرف قيمته جيداً، ولا يحتاج إلى إثباتها لأي شخص. الألعاب، والمغازلات السطحية، والضغط العاطفي، كلها أمور لا تؤثر فيه. وعندما تتوقع امرأة أن يستجيب لها كغيره، تفاجأ بأنه لا يعض الطعم. وهنا يبدأ الإحباط. ثالثاً، التلاعب العاطفي لا ينجح مع رجل سيجما، لأنه أتقن فن الثبات العاطفي. هو يشعر، يهتم، ويحب، لكنه يرفض أن تستخدم عواطفه ضده. الذنب، الغيرة، التهديد بالابتعاد، كلها أسلحة لا تعمل معه. رابعاً، رجل لا يروض. وهذه الفكرة تربك الكثيرين. فهو لا يغير شخصيته ليناسب توقعات أحد، ولا يلبس أدواراً ليرضي غيره. يبقى صادقاً مع نفسه حتى إن أغضب ذلك الآخرين. خامساً، لا يقيس قيمته بالمال ولا بالمظاهر. لا تهمه السيارات الفاخرة، ولا المنازل الضخمة، ولا المسميات البراقة. قيمته نابعة من داخله، من حريته، ومن معرفته بنفسه. سادساً، العزلة عند رجل قوة وليست ضعفاً. هي وسيلته لإعادة الشحن، وللتفكير، وللنمو الشخصي. هو لا يحتاج وجود أحد ليشعر بقيمته. سابعاً، ولاء رجل نادر وثمين. لا يشتر، ولا يفرض. يكسب بالاحترام، والصدق، والتقدير الحقيقي. وعندما يقدم ولاءه، فهو ولاء ثابت لا تهزه الظروف. في الختام، رجل ليس صعباً، بل مختلف. استقلاله، وهدوءه، وأصالته تجعله شخصية مثيرة للإعجاب، وأحياناً للإحباط. ومن يفهمه حقاً سيكتشف معه معنى أعمق للعلاقات. إذا أعجبك هذا المحتوى، لا تنسى الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اترك لنا رأيك في التعليقات، فآؤك تهمنا وتدفعنا للأفضل دائماً. نراكم في الفيديو القادم. شكراً وإلى اللقاء.